هو ايه اللي بيحصل في المغرب؟ قبل ما نبدا معكم الفيديو بغيت نجاوب هاد خونا باش نخليكم حتى نتوما تشوفوا الفيديو. بغيت نقول لك يا السي المصري راه ماشي المغرب ولا ترند. المغرب ما كانش الاعلام عليه كما دابا، ما كانش تيك توك، ما كانش حتى واحد الفتره من ولا اليوتيوب ولاو مواقع التواصل، ما كانش بحال التيك توك. دابا التيك توك ولا كلشي عالمي، ولات نسبة المشاهدة عالية. المغرب راه من بكري والمشاهير كيجيو، راه من 1923 من شارلي شابلين ولا قل من 23 مثل الافلام، من كانوا كيجيو يشوفوا الحضاره المغربيه او الثقافه المغربيه، اما كانش واحد الضجه على المغرب. هذاك الشيء علاش خلى الاغلبيه ديال العرب يتفاجئوا ويتصدموا ويقول لك كاع ما كنا كنظنوا بان المغرب زوين. ما كناش كنظنوا المشاهير راه دائما كيجيو. ما كنهضر على المشاهير العالميين، خلي على المشاهير العرب اللي كيجيو منفوخين، ولكن حتى هما تحيه ليهم، كيجيو باحترام ومادامهم كيجيو بتقدير المغرب مرحبا بهم. كاع اللي كيحترم هاد البلاد ويقدرها، ما غاديش نقول منفوخين، مرحبا بهم، كيبغيونا. هذه زلة لسان مني، ما ديوش عليا. نكملوا الفيديو ولا نبقى نهضر؟ نكملوا صافي، نطلع لكم فرا. هو ايه اللي بيحصل في المغرب؟ هو فجأة المغرب بقى ترند العالم ولا ايه؟ شواميني كوندي في المغرب علشان يتفرجوا على ماتشات كأس أفريقيا. مبابي بعد ما شاف ماتش المغرب ومالي راح حضر الكاميرون وكوت ديفوار. والمفاجأة مادونا بنفسها تقرر تقضي رأس السنة في مراكش. سؤال بقى، هل المغرب بقى قبلة النجوم؟ ولا دي مجرد صدفة؟ ولا في سر مش عايزين يقولولنا عليه؟ اكتب رأيك، ومغربي ولا لأ؟ قلنا ايه اكتر حاجة خلت المشاهير يحبوا المغرب؟